محمد بن بابعيني والشيخ محمد الأمين رضي الله عنهما. هذه القصيدة مشتركة كانت في محمد بن بابعيني قد نظم قصيدة مستقلة مطبعها، فلا نعلم أن اختصار في المعنى، وهذه هي التي مكث فيها شيخنا 5 سنين ونيها في دولة الساحل العاشر. فلما سمع الشيخ محمد الأمين قصيدة أعجبته وخللها وأجابه بقوله علمنا وآمنا، وصارت قصيدة واحدة مشتركة بينهما وإليكمها. علمنا وآمنا وربي وصدقنا بقولكم أن اختصار في المعنى. علمنا وآمنا وربي وصدقنا بقولكم أن اختصار في المعنى. عليها تدور المكرمات بأسيها، فأكرم بها معنى ولا حب المعنى، لكي يرتقي مرقي بشرب مياهها، فيحوي بذاك الكشف عن عامض المعنى. وشئنا إن شاء الله رتعا لروضة ساعة وشرابا من مياه شئنا، ورمنا بها التطهير من خبث انفس ومن شر شيطان نرم بها أمن، ومن غفلة عن حاضر يعلم الذي يسر وأخفى لا يغيب ولا يفنى، ومنا الذي يرشد تكون شهوده ونبقى به آمين من بعد ما نحن نشاهده بالفعل ثم بصيغة، ونبرأ من حول ومن قوة منا، ومنا الذي يرشد تكون شهوده بشمال جلال الذات بمنزلهم، فيضحي بعين الواحدية ناظرا إلى وحدة تكسو من حسنها حسنا، يفرق جمعا للحقيقة جامعا، فيها فرق جمع ليس لفظا ولا معنى، تنزه بالتشبيه لا تنزهات قديما عن التنزيه عن نسبة منا، ويلهم إلهام الأولى عرفوا له، ويمنع سيرا مثل سيرهم الأسنى، فيقف بها نهج الكتاب وسنة، ويأمن من نهج اللعين الذي سنى، ويظهر من صدق المحبة بالذي به يقتفي النصر منكم إلى عن ويدخل في أهل السعادة والوفاء، ينادي عن الإخوان يا قومنا إنا سمعنا نداء من رشيد مسدد، مجيب لنا على السعادة واليمنى، تلموا أيا أهل السعادة والوفاء مراد مدى شئتم وإن شئتم منا، بأرواحكم لا غير الشبع فتوبوا، ولما سمعنا للنداء بكم قلنا أجبنا أطعنا داعي الله أمركم بهمتكم، ها نحن بالروح قد جئنا،
تنوب عن الاتباع ثم بفضلكم رجونا أن ترى الاتباع نوبتها منا على أنكم والله فينا وعندنا ولولاكم ما كان من يهتدي منا على أنكم والله فينا وعندنا ولولاكم ما كان من يهتدي منا جعلنا الإمام الحاكم دليلنا وسرنا إليه آمنين وآمنا به إنه الحسن الحصين والعلماء نخاف بهذا الحسن منا تحصنا وإن احتمينا واثقين بأنه يقول أنا الحامي المتخي حسنا وجدنا بأمن في حماية من عدا هوى النفس والشيطان غارته وشمر في حمل الأمانة حاملا لأعبائها لم يولد يوما ولا منا وأسس للدين القويم مراقيا يا يرتقي المعشور المنزل الأسمى وعذنا برب الله مما شقي به شقي وقوم فيه قد خيلوا ونا وألوا بأن لا ينزلوا عن شفاته وخابوا وولوا خاسئين وما منا ومن بنصح منه من خصنا به حمدنا الذي فضلا علينا إلا أذقنا بهذا مما بمن يلقيه يحفظه السعادة والسعناء وذذنا من المشنوع كلا وقولكم ويتبع الهوان نبلا لما قلنا وذذنا من المشنوع كلا وقولكم ويتبع الهوان نبلا لما قلنا بأحمد عام المستهير به وكم أراد لمذهوب قد الخوف أمنا فإخواننا هذه نصيحة مرشد نذير لنا بالنصح لا ينثني عن الضحك إخواننا هذه نصيحة مرشد نذير لنا بالنصح لا ينثني عنا عزيز عليه عنتم وإنه رؤوف رحيم لا ضرار ولا منا فلذنا به مستمسكين بعهده وبالعروة الوثقى فإنا تمسكنا فلذوا به تنشوا وقولوا جميعكم يا رب ألهمنا الصواب ووفق الله فلذوا به تنشوا وقولوا جميعكم يا رب ألهمنا الصواب ووفقنا بما يرتضي ذا النصر بجاهه فقال لكم والقول منه به قلنا وصونوا عن الداء العفار لنفوسكم وقولوا إذا قولا سديدا له معنا على البر والتقوى برق تعاونوا فلا تمنعوا بخلا ولا تمنعوا ضنا ولا تسلبوا إسراب أهل الهوى ولا تميلوا لإقتال فما ذلكم منا وقوموا بشد واجتهاد وهمة على منهج الحق القوي كما كنا ولا تأمنوا حزب اللعين وجهلوا فما برحوا يبغون حسا لنا سجنا وأعداء عدو المرء قالوا صديقه صداقتي في طيها ضدها ضمنا فيأتيك في زي الصديق ملاطفا ويهديك ثم دونه يوهر السنا فيأتيك في زي الصديق ملاطفا ويهديك ثم دونه يوهر السنا وإن افترينا كاذبين فربنا على الله إن في غي ملتهم حسنا وكونوا لحمل السر أهلا وجاربوا في إنشائه تعوى خصوصية منا وكونوا لحمل السر أهلا وجانبوا في إنشائه تعوى خصوصية منا ومن يبذل الأسرار لسنا بأهله وليس من الإخوان كلا ولا إبناء
ولا تنسوا الله العظيم ويؤتكم بأنفسكم وسعوا إلى ذكره هونا ولا تفعلوا ما يورث الحرج بينكم ولا الظل والداء الذي ولا الظلم ولا تفعلوا ما يورث الحقد بينكم ولا الظل والداء الدفين ولا الظلم ولا تركنوا للظالمين لتتقوا أيا قوم نيران القطيعة والطعنان ولا تهملوا حلو الطريق بحجة تزيل الصدى عنها كما شدنا سنا فإنا ورب العالمين حماتها فلن نبرح عنها وما بارحت عنا ولا ترغبوا يوما بأنفسكم ولا بأموالكم عنها وما عزكم خنا ولا ترغبوا يوما بأنفسكم ولا بأموالكم عنها وما عزكم خنا ومن خانها قد خان لا شك نفسه وأورثهم مآثر الهم والحزن فبالغ في النصح النذير مسدد فلا تهملوا ذا النصح إخواننا خونا وقولوا سمعنا واعذروا قول بعضهم سمعنا وهم لا يسمعون وعاملنا بلطفك في كل الأمور تفضلا ومن فعل ما لا ينبغي فعله شبنا بلطفك في كل الأمور تفضلا ومن كل ما لا ينبغي فعله شبنا إليك بالهادي ينال امتثال ما به أمر الهادي الرؤوف وسامحنا ليخرج بكل الأمور تفضلا ومن كل ما لا ينبغي فعله تبنا إليك وبالهادي ينال امتثال ما به أمر الهادي الرؤوف وسامحنا بأحمد فيما فات من أدب ولا تواخذ إلهي إن نسينا أو أخطأنا على أننا فضلا أنلنا مع الأحباب رؤية حبنا ونأمل من سلب بأسمائك الحسنى على أننا فضلا بهمة شيخنا وضعنا يد الأرواح في يده اليمنى ورمنا إذا تجديد عهد بوضعنا يد الروح في يمناه لله ما رمنا يد عن يد المختار نائبة وعن يد الله بالأرواح باليد قبلنا فباليمن والتجديد واليسر والهدى وبالصدق مع حسن التوجه أيقنا آمين فباليمن والتجديد واليسر والهدى وبالصدق مع حسن التوجه أيقنا فباليمن والتجديد واليسر والهدى وبالصدق مع حسن التوجه أيقنا يا رب يا شيخ أحمد عبد الله وجد بالرضا من شيخنا عن شميعنا وما لا نطيق حمله لا تحملنا بحبك والمختار والشيخ فخم لي وبالحمد والتهليل خاتمة حسنى آمين يا رب إنه ولي ذلك والقادر عليه بحبك والمختار والشيخ فخم لي وبالحمد والتهليل خاتمة حسنى بحبك والمختار والشيخ فخم لي وبالحمد والتهليل خاتمة حسنى آمين يا رب يا شيخ الله صلاة من الرحمن تملأ علمه وإن وزنت به فتعدل وزنا على فاتح الأعلاق والخاتم الذي بنور الهدى جودا هدى الإنس والجنان مع الآل والصحب الكرام وشيخنا وفاتحنا هي التي عندنا تعنا مع الآل والصحب الكرام وشيخنا وفاتحنا هي التي عندنا تعنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله